انا بوعدي الماتش اللي تفرجت فيه كونتر مدغشقر بحال شي واحد طالع من لي جون، انا تيبان لي. وراه ما قبلوش هاد الهضره هادي نقولوها، ما قبلوش هاد الهضره هادي نقول الصراحه. حنا داخلين على كوب دي مون. وي لا خصنا نجيو نقولوا لهم حكا والواد راه الماتش الاول ولا راه مازال ما استأنس مع الاجواء وعطاونا، وهادشي كامل نقولوا لكم. لا بغيتو تسمعوه كاع ملي نقولوا لكم ولكن راه ماشي معقول هذا. نحيدوا مرابط العناوي ماتش الاول عطى اشارات كبيره لانه درنا عليه. واش دوا شي واحد نهار العناوي، والعناوي راه كان داير معنا بلان خايب. ولا نتوما اش تتخربقوا، والسيد حتى اختارنا حنايا وما اختارش فرنسا، وجايين دابا نتوما بركين تتكريتيكاو فين لعبتوا نتوما. تسير صاحبي بحالك تسير بحالك. العناوي راه جرجرنا. ايوب بوعدي 18 سنه، بسم الله ما شاء الله، الله اكبر، اللهم صل على النبي، اللهم لا حسد. يعني ايه ده بسم الله ما شاء الله؟ يعني الموهبة أيوب بوعدي اللي سلبوا منه جائزة أفضل لاعب اليوم في مباراة المغرب والبرازيل. تليفون برا الملعب إنه الولد هذا شاطر في الدراسة، فاز بامتياز في الثانوية العلمية، وفاز بأحسن متحدث في الخطاب من بين الأكاديميات كلها. والولد هذا Marroquino que assustou o mundo contra a seleção brasileira. Colocou o Casemiro, aposentou o Casemiro hoje. وش سويت فيهم يا أيوب بوعدي؟ شوفوا لاعبين البرازيل امام اللاعب ايوب لاعب المغرب، ما قدر عليه رافينيا ولا فينيسيوس ولا جيماريش ولا كاسيميرو ولا اي لاعب من لاعبين البرازيل. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. شحال ما عملت فيديو في يوتيوب، اليوم قررت انني نعمل فيديو في يوتيوب بما ان هاد الناس كاينين في يوتيوب بزاف، يعني عندهم قناه في يوتيوب وكيديروا فيها اللي بغاو صراحه، يعني بالمنطق التحليل الرياضي وانتم كلاعبه اخريتو حاشا الناس، سمحوا لي على هذا المصطلح، ولكن راه غا كتخربق استاذي. قال السيد كيف يعقل انك انت حكمتي على اللاعب في مباراه وديه ما عطاهش فرصه كبيره، يعني ما لعبش اساسي؟ كيفاش قدرتي انك انت ما تمشيش تقلب وتشوف مباريات اللي لعبوا هاد اللاعب واللي هو السن ديالو ما كيتجاوز 18 سنه، يعني ولد في عمره 18 سنه يقدم هاد المستوى اللي شفنا فيه البارح. دابا انا بغيت نعرف حاجه واحده، واش الحلقه اللي غتنزلوا اليوم هي حلقه بعنوان كنعتذروا المبعدي ولا شنو؟ ما فهمتش. ولا غادي تقولوا لا هذيك عفوا، ولا غتقولوا كيف ما كيقولوا الكرغله تا هما راه البرازيل كانت ضعيفه وبوعدي قدم مستوى لان البرازيل ضعيفه. البرازيل وضعيفه اصلا ما كتجيش هاد الجمله، ما كتركبش. يعني انا باغي نعرف يا بو رزق يا بو فتاح يا نبيل، زعما نتوما ملي كتعملوا التحليل، رغم ان ديك التحليل اللي كتعملوه لو ما كانش كتعملوا شويه ديال الضحك باش الناس يتفرجوا، ما غيتفرجش حتى شي واحد. جيب جوج ديال الناس البطوله انوي هي اللي كيعرفوا فيها فقط، هاد الناس ما كيعرفوش شي حاجه اخرى. بورزق كيعرف حاجه واحده، هو ينتقد، ما كيعرفش انه ما عرف يلعب في حياته، ما كان عنده شي تاريخ كروي واو، ما داز شي حاجه ما والو. لعب في المنتخب الوطني المغربي، كان كيدخل ربع ساعه السيد كيطيح في البطوله الافريقيه، ما كيقدرش يكمل. فتاح كذلك. اذا نتوما كناس كيحترمكم بعض الجمهور وكيتبعكم، ما فهمتش كيف يعقل انكم كتهضروا بهذه الطريقه هذه، ولا هذه الطريقه هي باش كتجبدوا بها الناس وباش كتدقدقوا بها العواطف بعض الحاقدين على المنتخب الوطني وعلى بزاف د الحوايج. انا المهم السؤال اللي عندي في هذه الحلقه المطروح هو ان الحلقه اليوم شنو غادي تقولوا فيها؟ زعما هذا السؤال المطروح، انا باغي نعرف انكم كيفاش غتقدروا تطلبوا الاعتذار من الشعب المغربي ومن اللاعب بوعدي. كيفاش انكم بينتوا المستوى ديالكم، انكم لا علاقه لكم بالتحليل الرياضي ولا علاقه لكم بالحكم مسبقا على شي لاعب موهبه عاد جاي. واحد قال لك انا بان لي غير سالت معانا كاس العالم، وواحد قال لك ودابا غادي يقولوا كذا. ما فهمتش يا صاحبي والله. واحد قال لك انا كنشوفو بحال جاي من لي جون، وراه باقي جون اصاحبي، راه في عمره 18 سنه، والمستوى اللي كيقدموا انيستا وتشافي وبوسكيت وكروس ومودريتش، هذا هو البرازيل لعب بها. البرازيل لعب بها البارح.
يعني ولهذا ما تكونوش كتحطموا الناس من النظره الاولى وانتم زعما كنتم لعبيه. وشكرا، السلام عليكم.